تسبيح الزهراء عليها السلام من أعظم الأذكار. يعني لما أقول لك من بعض الآثار تتعجب. مثلا لو كان عندك أي أمر تريد أن هذا الأمر مثلا يطوف، ما ينظر إليه، سبح تسبيحة الزهراء. إذا أردت أن تدخل على ظالم سبح تسبيحة الزهراء. إذا أردت أن تدخل على مسؤول كبير ليتسهل أمرك سبح تسبيحة الزهراء. إذا أردت أن يؤمنك الله في فراشك سبح تسبيحة الزهراء. إذا أردت أن تضمن أن تفيق وأنت على قيد الحياة سبح تسبيحة الزهراء. وهو أمان من العديلة. من وين جاب النبي من السماء، وقال لفاطمة يا فاطمة ألا أهديك ألا أحبيك بشيء فيه خير الدنيا والآخرة. قالت نعم. علمها 34 تكبيرة، 33 تحميدة، و33 تسبيحة، يصير المجموع 100. لاحظ احنا نجهل فضل تسبيح الزهراء عليها السلام. بل ورد عن بعض أئمتنا ما معناه لا تكاد تقبل الصلاة من دون تسبيح أمنا فاطمة. لا تكاد تقبل لأهمية هذا التسبيح. على الأقل شوف صلاتنا هذه اللي متقلهزة شوية، خلنا نجبرها بتسبيح الزهراء، خلنا نرقعها بتسبيح الزهراء، نصلحها بتسبيح الزهراء. وفوائد كثيرة، وخصوصا قبل النوم. قبل النوم تسبيح الزهراء عليها السلام شيء عظيم جدا، يورث الأمان، وتكون في حصن الله الحصين حتى تفيق. ما يصيبك شر ولا ضر، ما يصيبك مكروه ما دمت قد سبحت بتسبيح الزهراء عليها السلام. لاحظ